تعال اقول لك على احسن 9 طرق او حيل في لبسك ممكن يفيدوك في حياتك اليوميه ويزقوا معاك يومك. فلو انت مهتم وعايز تستفاد كمل الفيديو ده للاخر. بص، هو ساعات انت بتبقى نازل وعامل طقم في دماغك من بالليل وفجأة تيجي تنزل هتلاقي فيه مشكلة دايما في اللبس ده، واسع طويل ضيق، عندك فيه مشكلة فما بتبقاش عارف تعمل ايه في وقت حرج وانت لازم تنزل دلوقتي. مثلا اول طريقة معانا هي طريقة اسمها البنرول. ايه البنرول دي؟ جيت انت لبست البنطلون بتاعك ولقيته مهرول او واسع من تحت، فليه طريقة نحل بيها المشكلة دي. ازاي يا معلم؟ هتمسك البنطلون من الجنب من عند اليمين مثلا وترفعه اول رفعه في الثانيه. الطريقه دي بقت ترند جدا في 2023 و22 و21. هتخلي شكلك لطيف، بتليق قوي على البناطيل التشينو، ولو الجينز بلاش يبقى ضيق وانت بتعملها. ونيجي للطريقه اللي بعدها، لو انت مثلا جسمك خاسس تمام، جيت تلبس بنطلون زي ده يا معلم هتلاقيه واسع جدا عليك، شكلك بقى مش احسن حاجه فيه. ايه الحل؟ في طريقه حلوه قوي. انت نازل الصبح ومفيش ترزي فاتح الصبح خالص، هتمسك البنطلون ونحطه في ميه مغليه مثلا لمده 10 دقايق. البنطلون الفايبرز اللي فيه بتخس شويه او بتنكمش شويه، لما تيجي تلبس البنطلون هتلاقيه ظبط لك الفراغات وهتلاقيه بقى مظبوط عليك. بس الطريقه دي بتشتغل لمره واحده بس، يعني ما ينفعش كل مره تبقى نازل بيه هتلاقيه بنفس الحجم عليك، لا خالص، هي اول مره بس، وبعد اول غسله ممكن تعمل فيه الحركه دي تاني وتكرار. طب جيت انت بقى يا ابو الفتاكه الطريقه دي ما عجبتكش، في حل تاني اسهل واسهل بكتير. ايه هو؟ هنلبس شورت باسكت او شورت بتاع كوره تحت الجينز بتاعك، ده بيملى لك الفراغات اللي موجوده والحاجات اللي ناقصه، بالذات منطقه المؤخره ومن عند الفخذين، بيدي شكل عضلي شويه وشكلك بيطلع شيك، او بيديك اللوك اللي انت محتاجه عشان تعلي ليفل الشياكه بتاعك. ساعات بنشتري قمصان والقميص ده بيبقى غالي شويه، فانت بتيجي يا معلم بكل نصيحه كده ما بتلبس مثلا تحتيه حاجه عادي، بس تيجي تقعد بتلاقي فيه فراغات ظهرت ما بين القميص، ده بيقلل من قيمه القميص، ومش شرط ان حد يبقى قاعد يشوف بطنك مثلا او صدرك، يعني دي مش احسن حاجه. ففي طرق حلت معانا المشكله دي، عملتها في فيديوهات قبل كده. بنجيب حاجه اسمها لزق دبل فيس، دي بنحطها ما بين الفراغات في القميص عشان تملى بيه المساحات دي، هتلاقيها قفلت عليها كلها، وبيدي القميص لوك مختلف واحسن بكتير جدا واشيك عن اللي انت كنت فيه. طب انت جيت يا معلم وما اشتريتش قميص جديد وعندك قميص قديم بس هو قصير عليك شويه من الكم، برضه هنلبسه، بس في طريقه تحل لنا المشكله دي بكل سهوله. ايه هي؟ هنلبس القميص والكم هيبقى قصير عليا، بس هنلبس مثلا من هنا ساعه ومن هنا اسوره، ده بيخلي التركيز بتاع الناس كله رايح للمعصم في الجزئيه دي بس، لان انت لو شمرته بيقعد يتكسر من الجزء بتاع التشميره ده، ما بيخليش شكله احسن حاجه يعني، او بيديك اللوك اللي انت محتاجه. فدايما ما تكررش الحوار ده، بس دي في الحالات الزنقه قوي. طيب في مشكله بتواجه كل الشباب تقريبا، ان انت دلوقتي معاك فلوس عايز تشتري تيشرت، رحت اشتريت تيشرت عاجبك بس خامته ما كانتش احسن حاجه، فالتيشرت ده كش منك، جيت تلبسه بعد اول غسله بايظ. ففي حل يحل لك كل المشكله دي خالص. ايه هو يا معلم؟ هتجيب التيشرت ونحطه في طبق فيه ميه دافيه، نحط عليه بلسم للشعر ونمزجهم ببعض كده ونسيبه ينشف شويه. التيشرت الفايبرز اللي فيه او الفابريكس اللي فيه بتمط معاك والتيشرت بيرجع زي الاول. جربها في تيشرتات موجوده عندك قبل كده قديمه كشت معاك، جربها في بقيه التيشرتات، وبعد كده ركز وانت بتشتري التيشرت خامته تكون احسن، حتى لو هتدفع 50 جنيه زياده عشان ده هيفرق معاك قوي في الباقي. دلوقتي انت جاي تشتري بنطلون بس البناطيل غاليه جدا، بس عندك بنطلون بس هو قصير شويه وهو مش مريحك في الشكل ده، ففي طريقه نحل بيها المشكله دي تماما. ايه هي يا معلم؟ ان انت تلبس بوت تحت البنطلون ده فعشان يشد تركيز للمنطقه دي. وفي دلوقتي نايكات بليزر طالعه ترند عندنا في مصر زي دي مثلا، دي يعني الجزء بتاع الرقبه ده لما تيجي تلبس عليه البنطلون هيحل لك المشكله دي تماما، وشكله بيبقى لطيف وشكله حلو عموما يعني. فجرب تشتري حاجات ترند جديده زي دي، هتنفع معاك على بنطلون قديم ومحدش ياخد باله اصلا من البنطلون القديم بتاعك، بس ما تكررهاش دايما في كل الاوقات، لان ده بنطلون انت بس محتاجه تجربه في الفتره دي بس، او هيليق عليك في الطقم ده بس. نيجي للنصيحه اللي بعدها. دلوقتي عندك مقابله شغل واشتريت جزمه جلد يا معلم، لبستها اول مره والثانيه وبتوجع رجلك جدا من قدام مثلا، بنعمل فيها ايه؟ هنرميها؟ لا، هنرجعها، مش هينفع اصلا. فالحل انك بتجيب كيس فيه ميه ونحطه في الجزمه دي ونسيبه شويه في الفريزر حوالي من ساعتين ل3. اللي بيحصل ان الكيس لما بيتجمد الجزمه هتوسع معاك شويه، فلو ما نفعتش معاك هتسيبها كمان حبه لحد ما الجزمه تيجي على مقاس رجلك، او هنجيب نعل خشب ونحطه في الجزمه دي زي اللي بيحصل عند اي حد بيصلح جزم.
فهتلاقي الجزمه مطت معاك شويه عشان ما توجعلكش رجلك بعدين. فبص انا عارف ان انا طولت عليك، بس هو والله غصب عني عشان اديك كميه النصايح دي مدروسه. فانت برضه هتنفعني بانك هتنزل تحت تعمل لي لايك وسبسكرايب، ولو انت جاي من على الفيسبوك يا معلم هتعمل لي فولو ولايك للفيديو، لو قدرت تسيب كومنت كده يا ريت. لو الفيديو ده عجبكم استنوا نصايح تانية للولاد والبنات، لنصايح برضو كده بسيطة تمشي بيها يومك. سلام.